أهل قم. سلام الله على أهل قم. هكذا قال الإمام الصادق في مدحهم، ثم أردف عليه السلام قائلا: يسقي الله بلادهم الغيث وينزل الله عليهم البركات ويبدل الله سيئاتهم حسنات. هم أهل ركوع وسجود وقيام وقعود، هم الفقهاء العلماء الفهماء، هم أهل الدراية والرواية وحسن العبادة. وقد تحدث عليه السلام عن أهلها آخر الزمان منبئا بالغيب فقال: وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا عليه السلام إلى ظهوره، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها، وإن الملائكة لتدفع البلايا عن قم وأهلها. على أن دفع البلايا هذا مشروط بعدم خيانة أهلها للموالين لأهل البيت عليهم السلام. فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: تربة قم مقدسة وأهلها منا ونحن منهم، لا يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته ما لم يخونوا إخوانهم، فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم جبابرة سوء. أما إنهم أنصار قائمنا ودعاة حقنا. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اعصمهم من كل فتنة ونجهم من كل هلكة. ومع ذا فهناك بعض من شبابها سيصرون على المعاصي باستهتارهم واستخفافهم بحق علمائهم ومراجعهم، وسينزل الله على هؤلاء خاصة عقابه دون من سواهم من أهلها. فقد روي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم، ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم، ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء.